في الفيديو ده انا هقول لك على 5 حاجات اوعى واياك تعملهم في امريكا. بجد الموضوع مهم ومفيد لو في المستقبل ان شاء الله انت جيت او وصلت امريكا. هنخش بالانترو، بس عايز اقول حاجه، ان احصائيات اليوتيوب واحصائيات الفيسبوك بتقول لي ان معظم الناس اللي بتتفرج عليك بينسوا انهم يعملوا سبسكرايب او لايك وفولو اللي هو على الفيسبوك. فلو انت واحد منهم ما تنساش انك تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وفولو على الفيسبوك. يلا بينا بالانترو. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. واول حاجه اوعى انك تعملها هي انك تجري او تهرب من البوليس في حاله ان هو وقفك، او ما تسمعش كلامه عموما، وسيبك بقى من شغل المطاردات وهوليوود والبوليس اللي بيتقلب وبيجري وكده، وشكل البوليس العبيط اللي هم بيصدروه لبقيه دول العالم. الوضع مختلف عن كده تماما. بص عشان افهمك الموضوع عباره عن خطوات. خلينا نتخيل مع بعض دلوقتي ان انا ماشي اهو، لان انا ببص في المرايه لقيت ورايا هنا في انوار بوليس، وانوار بوليس اللي كلنا عارفينها. اول ما تشوف المنظر ده بالذات ان مفيش صوت البوليس، هو بس الانوار، ده معناه ان هو عايزك انت، الشخص ده عايزك انت، بيقول لك اقف. فاول ما تشوف كده لازم تركن او تقف على جنب في اقرب حته، ولازم تقف وتركن بطريقه سيف، طريقه يعني امنه. ما تجريش بقى، ما تستعبطش، ما تكملش كانك مش شايفه. هتتجاب هتقف، يعني هتقف باحترامك وباخلاق. من الاخر ما تعملش نفسك مش شايفه. يعني بمجرد بقى ما تقف، ده اللي انت هتعمله بالظبط. انت وقفت اهو، هتروح شايل المفتاح بالطابلوه كده زي ما انا عامل، وتروح حاطط المفتاح هنا، تمام؟ تروح ماسك الدريكسيون بايديك الاثنين وتنزل الشباك. طبعا الشباك انا هرفعه كده، المفروض تنزله كده القنوان للاخر، تروح انت منزله وتقف كده وتستنى. هو هيبقى واقف وراك دقيقه دقيقتين بالظبط، هتلاقيه نازل من العربيه وجاي يكلمك زي ما اتفقنا. هتروح حاطط المفتاح هنا وايديك الاثنين هنا ومكمل. اول ما يجي لك تبص له كده وتتكلم معاه وايديك الاثنين محطوطين على الدريكسيون. بعد بقى ما يجي لك هيسلم عليك ويقول لك اول حاجه السبب اللي هو وقفك، سواء سرعه، سواء مخالفه، سواء كسر اشاره، سواء ايا يكن السبب اللي هو وقفك عشانه. المهم هيسالك اول حاجه عن الرخصه بتاعتك والانشورنس او التامين بتاع العربيه. فانت مش اول ما يسالك تروح له اهو ايوه مادد وجايب، لا الموضوع ده غلط وما تعملوش ابدا ابدا. انت حاطط ايدك على الموضوع كده بكل ادب واحترام، تروح قايل له انا الانشورنس موجوده هنا، فبعد اذنك همد ايدي اجيبها. لان اللي بيحصل ان الناس اللي هم بقى ليهم مشاكل مع البوليس والناس اللي هم الخطر والكلام ده كله بيبقى حاطين مسدسات هنا، فهو بمجرد ما يعمل كده بيطلع مسدس ويطخ الظابط. فانت ما تعملش كده، انت تستاذنه وتطلع الرخصه بكل ادب واحترام، وهو يقول لك اتفضل طلع. فاي حركه انت هتعملها جوه العربيه لازم يبقى عارف بيها، ان هو مثلا انا همد ايدي اجيب كذا كذا، يبقى عارف انت هتجيب ايه، وهو يبقى عينه عليك لو حصل اي حاجه. بس هياخد منك المعلومات بتاعتك ويرجع العربيه بتاعته دقيقه دقيقتين 3 دقائق، وهيجي لك تاني، سواء يديك بقى تحذير، سواء يديك مخالفه، سواء يقول لك خلاص امشي بس ما تكررهاش تاني، ايا يكن بقى على حسب الموقف اللي انت وقفت عشانه. نرجع بقى لنقطه لو انت جريت او كملت وما وقفتش، ايه اللي هيحصل لك؟ هتلاقي بدل العربيه الواحده اللي كانت ماشيه وراك دي بقوا 10 بقوا 20 ايا يكن الرقم، انت ونصيبك بقى. وبعد ما تمسك بقى فيها لحد 180 يوم في السجن و2000 دولار غرامه. طبعا بقى على حسب اللي انت عملته بيقل الايام وبيقل المبلغ، على حسب بقى انت كملت قد ايه، عملت ايه، على حسب بقى اللي انت وذوقك، اختار ونقي من اللي انت عايزه. وممكن كمان فيها سحب رخصه نهائي انك ما تسوقش تاني، ده في حاله طبعا لو الريكورد بتاعك متدمر وانت اصلا سوابق والشغل ده كله. فاحنا اساسا مهاجرين وعايزين ناكلها بالحلال، فايه خليك في الطيب احسن. نخش بقى على التاني تحذير، وهو اللمس او مد الايد. احنا في مصر وفي دول عربيه كتير متعودين ان لو في خناقه بتلاقي مد الايد اشتغل وكله بدا يضرب في بعضه القريب والبعيد وبتبقى عجينه. ده انا مره شفت خناقه مش فاكر كان فكهاني بيتخانق مع جزار والاثنين بيضربوا بعض، وفجاه لقيت بتاع الورشه جاي ومعاه رجاله كده وبيضربوا في الاثنين، اللي هو وقت ما اصلا ما الخناقه بتشتغل بتلاقي كله بيضرب في كله ومحدش بيبقى عارف بيضرب مين اساسا. فموضوع مد الايد والضرب والخناق دي حاجه عندنا عاديه جدا، مش موضوع كبير يعني هنلم عليه وكده. انما هنا الوضع مختلف. تعالوا نتخيل مع بعض ان في 2 رجاله، وركزوا مع كلمه رجاله، مثلا ماشيين 2 بالعربيه وزنقوا على بعض ونزلوا وبداوا ان هم يتخانقوا مع بعض. هنا بقى ولو انت بتتفرج كمان على فيديوهات امريكاني كتير والكلام ده كله على الفيس او ايا يكن، بتلاقي دايما اول ما بينزلوا بتلاقيهم نازلين في بعض شتيمه افظع الشتائم، بس شغالين يشتموا، كل واحد جنب عربيته عمال يشتم في التاني وده يرد عليه وبيحدفوه ويشقطوا لبعض. انما مفيش حد راضي يمد ايده على التاني. ما استغربتش انت الموقف ده انه الاثنين عاملين بس الشتيمه ومحدش راضي حتى يمد ايده على التاني. الاثنين اللي انت شايفهم بيتخانقوا مع بعض دول كل واحد فيهم مستني التاني ان هو اللي يضرب الاول، يعني يجي كده ويضرب بس. ولو شفت فيديوهات اللي هو بهجت صابر ده اللي هو بيبقى قاعد في ميدان ويقعد يشتم في الناس وكده، اول ما بيجي حد يتخانق معاه او يمد ايده عليه والكلام ده كله، تعالى قرب يلا، تعالى جرب يلا، طب المس كده، طب جرب كده، طب اضرب يلا، طب ناول ما اعرفش ايه، تلاقي دايما هو قاعد مستني ان الشخص اللي قدامه هو اللي يضربه. كل حاجه طبعا متسجله، فهو متاكد ان هو مش هيحصل له اي حاجه، لان بمجرد ما الشخص ده هيمد ايده عليه هو هيبدا ان هو يرد. مد ايدك عليها كده والله كسرها. مد ايدك عليها كده. عمرو هذا السجن على مد ايدك يا ابني، مد ايدك على الهواء. لانه في القانون هنا انت لو حد جه هو الاول وبدا انه يضربك، ليك الحق انك تدافع عن نفسك ضد اي ضرر جسماني هيحصل لك. ان الشخص اللي ضربك ده اكيد ضربك في وشك في اي حاجه، فهيسبب لك ضرر في الحته المعينه اللي هو يضربك فيها، فانت ليك الحق انك تدافع عن نفسك وترد. يعني لو ضربك تعرف ترد الضرب. بس ودي نقطه مهمه جدا، لازم ان الرد يكون بنفس الفورس او الباور بتاع الضربه اللي جات لك في الاول. يعني حد بيتخانق معاك وراح مديك بنيه، مش تروح جايب له سيف وتروح قاطع ايديه وتقول بدافع عن نفسي، لا، اداك البنيه لازم
الضربه اللي انت هتردها تكون بنفس الفرصه، بنيه او مثلا بنيه ايا يكن بقى. واللي تشارج او المحاسبه القانونيه بتكون على الشخص اللي مد ايده الاول وبدا ان هو يضرب هو الاول. نرجع بقى للموضوع لما قلت لك ركز مع كلمه رجاله دي، لان الموضوع مع البنت بيختلف، عشان من الاخر كده المجتمع هنا سمب، يعني لازم اقولها بقى. في حاله مثلا لو بنت هي اللي جت وضربتك الاول، انت ليك حق انك تدافع عن نفسك برضه، نفس الموضوع، ليك حق انك تدافع عن نفسك، بس ده كده قدام القانون زي ما بقول لك، اللي هو يعني ليك حق انك تدافع عن نفسك في حاله لو بنت ضربت. انما بقى اما البوليس يوصل هيتمسك انت مهما عملت، وهي هتروح بيتها ومش هيصدقوك، وهيصدقوها هي، وهي هتروح بيتها وانت هتبات في الاسم. انا كان ليا واحد صاحبي مصاحب واحده وما اعرفش حصل ما بينهم خناقه او ايا يكن، والبت هارته، اديته علقه موت، شلاليت وبنيات وقفيه وبكاسي تحت، بص كل حته هو اتضرب فيها، وهو كل اللي كان عليه بيعمله ان هو بيزق. الموضوع هنا في امريكا كان كل عليه بيزق، بس بيزقها بيبعدها عنه. المهم حد رن على البوليس او اي حاجه، فالبت قبل ما يوصل البوليس جابت موس صغير كده وراحت مخربشه نفسها خربوش صغير هنا مش عارف هنا وهنا، وعورت نفسها في كذا حته كده، ان هو يبين ان هو كان في خناقه كبيره وان هي اتعورت منه. في ليله الخناقه الواد كان بايت في الجيل وهي كانت نايمه في بيتها، قاعده نايمه في بيتها والدنيا زي الفل. الفكره هي انك لما البنت بتضربك فانت هترد الضربه، انت قوتك غير قوتها، فالفرصه ان انا بقول لك او البار ان انت هتضرب بيها هتبقى اقوى من بتاعتها، فكده كده انت اللي هتتشارج، هتيجي عليك وانت اللي هتتحاسب، لان البنت طبعا معروفه في ضربها وكده بتبقى اقل من الراجل شويه. بص من الاخر كده ابعد عن المشاكل وريح نفوخك من الاخر. نخش على ثالث تحذير، وهي انك تكتر او تعتمد على الكريدت كارد. قبل اي حاجه اي حد عايش في امريكا بيبقى عنده حاجه اسمها كريدت سكور. كريدت سكور ده بيبقى رقم بيعبر عن تاريخك الائتماني والشرائي والفواتيري الخاص بيك انت كعمر او كاي شخص. يعني مثلا لو انت جايب مثلا عربيه او بيت قسط بتتحط هناك وكل حاجه بتتسجل، المبلغ اللي انت بتدفعه شهريا، ولو اتاخرت دفعت حاجه في المواعيد او تم التاخير او ما دفعتش نهائي، كله بيتسجل في الكريدت سكور ده. فكل ما تدفع الحاجه في ميعادها وامورك تمام وماشي زي الفل، السكور بيبقى كويس والرقم بيعلى. انما في حاله مثلا اتاخرت او مثلا ما دفعتش خالص، السكور مثلا اللي هو الرقم ده بيقل وبيتحط على الهيستوري عندك كعلامه حمراء، عشان في المستقبل لو حبيت تشتري اي حاجه الشخص اللي بتشتري منه يبقى عارف ان انت تاريخك مهبب واسود زي ما هو شايف. بالنسبه لارقام سكور، السكور من 300 ل 580 ده معناه ان انت ضايع، مفيش منك، انت كده خربان السكور بتاعك، اشتريت كذا حاجه كتير وما دفعتش حقها وما ردتش الحقوق هنا وما اعرفش استلفت من هنا، فتاريخك الشرائي والائتماني يقرف. فبالسكور ده لو انت هتروح تشتري حاجه في المستقبل لما هيبص هيقول لك ده شايف انت عامل ايه، فمش هيوافق، ولو وافق هيديك فايده عاليه جدا جدا، يعني حاجه اسمها انترست ريت هيدولك بطريقه عاليه جدا، مثلا 40 50%، اللي هو انت هتدفع بفوائد كبيره جدا جدا جدا. من 580 بقى ل 670 ده نص مقبول، انت عندك برضو علامات حمراء ولكن مقبول بالنسبه للشركات، هتاخد نسبه برضو مش عاليه قوي ولا واطيه في النص، ولكن مقبول وتعرف انك تمشي حالك بيه، بس لازم تطوره. من 680 ل 740 انت كده فل الفل، يمكن عندك علامه او اتنين عادي جدا ولكن مقبول جدا، وتعرف تشتري حاجات كتير بفوائد اقل والدنيا معاك تبقى زي الفل. من 740 فيما فوق انت كده فل الفل، ورده بيضه والدنيا معاك زي الفل والكريدت بتاعك تمام. نرجع بقى للكريدت كارد والتحذير اللي قلت لك عليه، والفكره بتاعتها ان كل ما الكريدت سكور بتاعك بيبقى احلى، كل ما السكور بيبقى اعلى وجميل، كل ما بتاخد كريدت كارد بمبلغ اعلى. الكريدت كارد ده بيبقى فيه قيمه مبلغ اعلى واكبر. يعني هديكم مثال، انا مثلا عندي كريدت، انا كشخص عندي كريدت، والكريدت بتاعي السكور بتاعي 700، وعندي 3 كريدت كارد، كل كارد فيهم يعني انا معايا 3 كروت كريدت كارد، كل كارت فيهم فيه $3000، فيهم $3000 متاح ان انا استخدمهم كشخص، فانت عندك 3000 فتوتال الكريدت كارد بتاعتي في ال3 كروت $9000 معايا في جيبي. طبعا دول ما بيبقوش فلوسي، دي بتبقى فلوس البنك مديها لي على هيئه كريدت كارد، ولو انا احتجت الفلوس دي في اي وقت ببدا ان انا اسحب من الكريدت كارد وارجعهم لما يبقى معايا فلوس الحاجه اللي انا اشتريتها. رجعتهم في الميعاد بالظبط اللي هو قايل لي عليه، تمام، هترجعها من غير فايده، المبلغ اللي انت خدته هترجعه زي ما هو بالظبط. انما لو رجعته بتاخير بيطلع عليك بفايده، فانت مثلا لو استلفت مثلا من 9000 1000 ورجعتهم في الميعاد هيرجعوا 1000 زي ما هم. مثلا اتاخرت في الميعاد الدفع بتاخده بدل 1000 هتدفع 1200 1300 على حسب بقى انت السيستم بتاعك. المصيبه بقى ان الشخص اللي معاه الكروت دي كلها بيحس ان هو كده ملك، ان هو كده يقدر يشتري اي حاجه، ما هو مبلغ برده $9000 في 3 كروت مش مبلغ صغير، ده مش هزار يعني، مبلغ كبير، هو حاسس ان هو معاه فلوس، فبيحس انها فلوسه مع انها اساسا مش فلوسه، دي فلوس البنك، فيبدا بقى يصرف منها من غير ما يحس ويتاخر في الدفع شويه واللي يدفع بفوائد اعلى ثم ما يدفعش خالص ويخش بقى في الدوامه دي كلها، وفي الاخر سكوره ينزل لحد ما يبقى 200 اللي هو اوسط حاجه، يبقى زي الخرا.
وما فيهوش اي حاجه والدنيا خربت معاه كده والكريدت باظ لانه مش عارف يرد الحاجات اللي صرفها، لانه من وهمه البنك وهمه ان الفلوس دي كلها تقدر تعمل اللي انت عايز عربيه هات عربيه، عايز سرير جديد هات سرير، مش عارف عايز تغير العفش كله، فده كله بيديك وهم ان انت تقدر تشتري الحاجه دي مع ان اصلا دي مش فلوسك وانت مش عارف في المستقبل هتعرف تجيب الفلوس دي ولا لا. فاحذر الكريدت كارد واحذر استخدامها واستخدمها. هقول لك انا الطريقه الصح ازاي تستخدمها، والطريقه اللي هقولها لك دي طريقه حلوه وتساعدك انك تبني وتعلي السكور بتاعك في نفس الوقت ومش هتخسر اي حاجه، وهي مثلا انك معاك عربيه وبتحط بنزين مرتين في الاسبوع، معاك فلوس البنزين مرتين في الاسبوع، ما تدفعش الفلوس دي، تروح جايب الكريدت كارد وتدفع تحط بنزين بالكريدت كارد دي وتشيل الفلوس اللي انت كنت هتدفعها اساسا كده كده معاك، ووقت ما يجي وقت الدفع اللي هو ميعاد الدفع الفلوس انت خدتها من الكريدت كارد الفلوس كده كده معاك ترجعها من غير فوائد، وبكده تكون ما دفعتش اي حاجه زياده، دفعت نفس القيمه بتاعت البنزين انت كده كده اساسا كنت هتدفعها، وشغلت الكريدت كارد بتاعك قدام الشركه انت شغال بالكريدت كارد، وبنيت كمان الكريدت سكور بتاعك، لان كل ما تستخدم الكريدت كارد الكريدت سكور بيبدا ان هو يشتغل ويعلى سنه سنه سنه، فانت كده مش خسران حاجه، ودي احسن طريقه للاستخدام. بس فعلا احذرك من موضوع الكريدت كارد والاستخدام الخاطئ لانه عامل زي الشيطان، لو وقعت خلاص كده مع السلامه. نخش على رابع تحذير وهي بقى العط مع الحريم والشغل اللي احنا عارفينه ده. انت اول ما بتسمع امريكا بتيجي في دماغك اساسا اللي هو شجره الفلوس دي اللي انت بتقطف منها كل ما بتعوز، والستات بقى والحريم اللي هو ستات بقى امريكا بقى اللي بتشوفه في الافلام والكلام ده كله، الهوت شورت واللي من غير شورت من غير اي حاجه اساسا. انما والله اسمع مني بلاش منهم الصنف ده. التحذير ده مبدئيا عشان دينك، احنا كمسلمين احنا ديننا اساسا بيحكمنا في الموضوع ده. ثانيا بقى في الدنيا ان المشاكل اصلا بتبدا من هنا، كل المشاكل بتبدا من هنا. انا عايزك تفهم نقطه ان الستات هنا بيتعاملوا كانهم ما بيكذبوش، ملائكه بيتصدقوا كده على طول، اللي هو انت مش محتاجه تثبتي، يعني احنا مصدقينك، يعني لازم نسمع للناجيات والشغل ده، حتى لو في فعلا نجاة حقيقي، ولكن هنا الموضوع مختلف. هنا الست كلامها متصدق لحد ما انت بقى تثبت ان هو كده. يعني انت متخيل ان الست دي بايديها ممكن تدمر مستقبلك وحياتك بمجرد كذبه مثلا ان انت ضربتها او اغتصبتها وعملت اي حاجه من الكلام ده كله، كل حياتك كده هتتبهدل لو واحده منهم حتى لو هي بتتبلى عليك. وخش بقى في الموال ده وتبتزك بفلوس، يا اما تتحبس وليله ومصاريف محامي ورايح جاي للمحكمه وليله كبيره قوي قوي قوي، وكل ده اصلا عشان انت عايز تحط مع الحريم وتظبط دماغك وانا الواد الجامد الشوح اللي مفيش مني اتنين. فبلاش منه الموضوع ده، ويبقى تعالى امريكا متجوز احسن، يعني ما تجيش فرضا، تعالى وانت معاك مراتك احسن. نخش على اخر وخامس تحذير، وده انا مش عارف هقوله ازاي ومش عارف هشرحه ازاي، ولكن هلاقي طريقه حالا ازاي اشرحه بيها. بص، في كلمه هنا بتتقال للناس اللي هم صحاب البشره السمراء، هنسميهم كده صحاب البشره السمراء. طبعا احنا كلنا مع بعض، ما فيش فرق ما بين لون ولا اي الكلام ده كله، لكن هنا في عنصريه وانتوا عارفين الموضوع ده، وفي كلمه محدده بتتقال للناس اللي هم من السمر، يعني احنا قمحي، احنا لا سمر ولا بيض، احنا في النص، احنا نشتغل مع دول ونشتغل مع دول. انما السود او مش عايز اقول السود، عايز اقول صحاب البشره السمراء، مش عارف اقولها ازاي يا جدعان، مش عارف اقولها ازاي، مش عارف. المهم يعني الناس دي بيقولوا كلمه مع بعضيهم مقبوله، ان شخص صاحب بشره سمراء يقول للبشره السمراء الثاني ان الكلمه دي عادي. هنا انا بتكلم هنا مش في الدول الثانيه هنا. انما شخص ابيض او شخص كده قمحي او اي حاجه غير اسود يقول الكلمه دي لشخص بشره سمراء، دي تعتبر اهانه كبيره وممكن تموت فيها وتاكل علقه موت. الكلمه دي طبعا مش هينفع اقولها لان اليوتيوب هيشيل الفيديو في ساعتها، لان معروف اساسا الكلمه الالجوريزم بتاعت اليوتيوب هتقراها وتشيل الفيديو على طول، ولكن انا هحطها لك تحت هنا ايا يكن بقى، يعني هنا او هنا ما اعرفش انا ولا اتحط فين، واحط لك وسطهم ارقام. انت سيبك من الارقام وخد الحروف بس الانجليزي وسيبك من الارقام وجمعهم مع بعض كده هتلاقي الكلمه اللي انا اقصد عليها. الكلمه دي اوعى تقولها لاي، ما تقولهاش اساسا، ما تعودش بقك عليها، ما طيب احسن ما تقولهاش، لان الكلمه دي بتعتبر عنصريه جامده جدا جدا بالنسبه للشخص ده. بس كده انا قلت لك 5 حاجات اوعى تعملهم، وبجد بجد امشي على النصيحه واسمع من اخوك. ما تنساش بقى لو انت مش عامل لايك للفيديو تعمل لايك للفيديو وتكتب لي في الكومنت اي افكار تيجي في دماغك، سواء انت على اليوتيوب او على الفيسبوك. ولو انت مش عامل سبسكرايب ما تنساش برضه زي ما قلنا في الاول تعمل سبسكرايب، ولو على الفيسبوك ما تنساش انك تعمل فولو ولايك للبيج برضه، لان معظم اللي بيتفرجوا على الفيديو عندي بينسوا انهم يعملوا سبسكرايب، او 60-70% منهم اصلا مش عندي كسبسكرايبر، فما تنساش انك تعمل كده. وان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي، يلا السلام عليكم.